الأمر كله لله، القضاء والقدر عند الله، ونحن نرضى بما كتب الله عز وجل. أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط. المؤمن هو الذي قلبه مطمئن بالإيمان، يرضى بما قسم الله عز وجل له، يرضى بقدر الله، يرضى بحكم الله. ولا نخاف على أحد من البشر عيلة ولا فقرا ولا جوعا ولا مرضا، فإن الله عز وجل إذا مرض الإنسان فهو الذي يشفيه، بل إن الله عز وجل تكفل برزق كل بشر في الأرض، كل بشر تكفل الله عز وجل برزقهن، بل حتى الحيوانات تكفل الله برزقها، بل حتى الحشرات تكفل الله عز وجل برزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وربما يكون العبد منا في سجن لكن السجن جنة، وربما يحرم من طعام إلا من لقمة فتكون اللقمة لذة، وربما يعيش الإنسان في ظلام فيضفي الله عز وجل عليه نورا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خرج فتية من قصر فعاشوا في كهف، بعد القصر كهفا، بعد الحرير ترابا، بعد العز ذلا، بعد الشبع جوعا وعطشا، ولكن كان الكهف عليهم رحمة من الرحمات. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. صار الكهف عليهم رحمة. وكم من الناس الذين يسكنون في القصور بيوتهم عليهم قبور، لكن ربما يجعل الله سجنهم جنة ورحمة، ربما ينزل الله عليهم من الإيمان ومن الطمأنينة ومن الرحمات ما لا نشعر به يا عباد الله. سجن من سجن من الأنبياء، يوسف عليه السلام ظل في السجن سنين لكنه كان في السجن من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، فكان عابدا ذاكرا. وجنة يوسف عليه السلام ليست في القصر، ليست في الفرش، جنته في صدره بذكره لله عز وجل وحده. ولنعلم أن البلاء مهما طال فإن نهايته إلى زوال. اسمعوا إلى ما يقوله الشافعي رحمه الله، يسلي أهل المصائب، يسلي أهل الكروب، يسلي أهل الهموم، يقول لهم دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. بل اسمع ما يقوله الشاعر حتى يخفف عنك يا عبد الله. يقول يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لنلجأ إلى الله ولنستعين بالله ولنرضى بقدر الله ولنرضى بحكم الله عز وجل، ولنعلم أن البلاء مهما طال فمصيره إلى زوال، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وأن المصيبة إذا ازداد تكفير الذنوب وازدادت رفعة الدرجات. والله عز وجل قد ابتلى أنبياءه وابتلى عباده وابتلى أولياءه، اصطفاهم فابتلاهم جل وعلا. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فليلهج اللسان بذكر الله وبالدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. دمر اللهم أعداء الدين. اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم أرجعهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين،
اللهم ارجعهم إلى ديارهم سالمين غانمين غير خزايا ولا نادمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم إن كانوا جياعا فأطعمهم، اللهم إن كانوا مرضى فأشفهم، اللهم إن كانوا ضعفاء فقوهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياهم في الدنيا على طاعتك، وفي يوم القيامة تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وفي جنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بأمهاتهم، اللهم رحماك بآبائهم، اللهم رحماك بزوجاتهم، اللهم رحماك بأولادهم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمهم برحمة من عندك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم الطمأنينة، وأنزل عليهم الإيمان، وأنزل عليهم برد اليقين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.